السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات مريم بان. كيف ما شفتوا غيرت ليها الاسم. نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم جبت لكم عصير سهل واقتصادي وكيتصاوب في 2 دقائق ومذاق رائع ومنعش وبمكونات متوفرة في كل بيت. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. في المقادير غادي نحتاجو عندي هنا الجزر وخيزو، واحد 400 غرام ما يعادل 4 ولا 5 ديال الحبات كبارين. عندي البرتقال 4 ديال الحبات كبار ديال البرتقال، 150 غرام سكر ما يعادل كاس ديال العنبه، حامضه معصره عصير حامضه، وعندي طرو ديال الماء وواحد ياغورت ديال الخوخ بالنكهه ديال الخوخ. الا ما كانش متواجد عندكم ديروا الفاني، حتى انا ماش متواجد عندي درت غير الفاني، بصح من الاحسن ديروا النكهه ديال الخوخ كتجي احسن. ولا ما كانش متواجد عندكم لا النكهه ديال الخوخ ولا الفاني ديروا ياغورت مخلط بالفواكه. ودابا غادي ندوزو للطريقه. هاد الجزر او خيزو ما مسلوقش ما طايبش خضر. ديجا راني حطيت القناه عصير اللي بالجزر وهو مختلف على هاد الطريقه هادي. هذاك تما سلقته، غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف تحت من لا فيديو، سيروا شوفوه. كنضيف الجزر سكر ديال الحامضه، غادي نطحن شويه هذا بوحدو، عاد نزيد اطرو ديال الماء. فوالا البنات، طحنت العصير ديالي مزيان وزدت عليه الكميه ديال الماء، هذاك الليطرو ديال الماء، ومن بعد صفيته مزيان. ودابا غادي ديجا الماء اللي استعملته بارد، فبغيتو تدخلوه للثلاجه دخلوه نتوما واللي بغيتو على حسب الماء اللي درتوه واش بارد ولا ماشي بارد. وغادي نطلقوه في طبق التقديم. والكميه ديال السكر اللي استعملتها كيجي عادي محلو ماشي حلو بزاف، والسكر كيبقى على حسب الاختيار، تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا. فوالا البنات، هاكي كيجي العصير ديالنا، كيجي زوين. نتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. كيف ديما الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش جيم واشتراك في القناه باش توصلوا باي جديد. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.